يا جماعة، تخيل تقوم تجهز جدولك على الكلاسيكو وفجأة يجيك خبر رسمي يقلب المواعيد. يعني حرفياً انتظر شنو؟ يا هلا والله، عندي لكم خبر يخليك تترك قهوتك بنص الرشفة. كلاسيكو الأهلي والهلال تغير موعده رسمياً. تدري إيش صار؟ لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قالت يا جماعة بنعدل الموعد. المواجهة اللي الكل يحسب لها ألف حساب صارت يوم الأربعاء 18 مارس بدل 17 مارس، يوم واحد، بس تأثيره مثل فرق ثانية واحدة قبل الاختبار. والحين اسمع السالفة الحلوة، لأن الموضوع مو بس تقديم وتأخير. هذا نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يعني ما فيه بكرة نعوض، هنا يا تفوز يا تودع. بس ليش التعديل؟ لأن صار في مشاورات بين الاتحاد والأندية الأربعة اللي واصلين لنصف النهائي عشان الجدولة تكون أفضل وتحضيرهم يكون مضبوط قبل هالدور الحاسم. وبحسب اللي انذكر، التأخير جاء عشان مباريات نصف النهائي تصير ليلة 30 رمضان، يعني الأجواء بتكون نار. تخيل المواجهة هذه فيها تاريخ يضغط من وراء. الهلال داخل وهو الأكثر تتويجاً بالكأس ب9 ألقاب، والأهلي وراء على طول ب8 ألقاب. يعني الأهلي لو فاز وتقرب للقب حرفياً يقرب خطوة من معادلة الرقم، والهلال يبغى يهرب بالصدارة ويبعد أكثر. وين بتصير المعركة؟ المباراة بتكون بين الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، جمهور، ضغط وتيفوهات، وكل شيء قابل للانفجار. وبنفس الدور الاتحاد بيواجه الخلود في الرس يوم 16 مارس. الأهلي وصل بعد مباراة ماراثونية قدام القادسية وانتهت بركلات ترجيح 5-4، يعني قلب قوي لازم. والهلال ما عطى مجال، كسب الفتح 4-1. والحين السؤال اللي يجلط، هل الأهلي بيستغل الأرض والجمهور ويقرب من رقم الهلال التاريخي، ولا الهلال بيقول أنا الزعيم ولا أحد يلمس عرشي؟ إذا تبي تعرف آخر المستجدات قبلها ومن تتوقع يتأهل للنهائي، خلك قريب. اشترك، لأن بكرة عندنا خبر ثاني ممكن يقلب الساحة أكثر.